طالب. يعاني قطاع التعليم العالي العمومي من تراجع الجودة التي كانت السبب الرئيسي في تطور قطاع التعليم العالي الخاص في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الجامعات الخاصة ليصل إلى حدود 61 جامعة خاصة، كما ارتفع عدد الطلبة المسجلين في المؤسسات الخاصة من 10,000 طالب سنة 2011 إلى ما يقارب 30,000 طالب سنة 2016. قد يكون لو سيستيم دورينتاسيون إذا كان هو حامل بكالوريا كي تاغوفوار لورينتاسيون، هو دونك عنده مشروع نتاع حياة يحب يتكون في مجال ما، والمنظومة نتاع التوجيه الجامعي ما عطاتوش الفرصة هذه في نفس الاختصاص التوجيه في القطاع العمومي، ويرى بالصالح اللي في بعض المؤسسات الخاصة فما مجالات اللي توفر له أكثر سوق الشغل. في المقابل، وأمام هذا التطور الكبير للجامعات الخاصة والتراجع الكبير لجودة التعليم العالي العمومي، يؤكد مسؤولون عن الجامعات الخاصة اقتصار رقابة الدولة على مؤسساتهم. هي قاعدة تراقب في التعليم العالي الخاص أكثر من التعليم العام العمومي، مثلا يقول لك تجي دوريا. من جهة أخرى، تراجع عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي العمومي من 360 ألف طالب سنة 2011 إلى ما يقارب 260 ألف طالب سنة 2016. ثم مشكل متاع جودة في التعليم العالي العمومي والخاص بشقيه، والحل هو في منظومة تطوير ومراقبة للجودة تكون في إطار المعايير الدولية، يعني هي لاكريديتاسيون، الاعتماد حتى نتابع الجودة، ليس بمنظومة بيروقراطية ما عندهاش الإمكانية كونها تتابع الجودة بدقة، وإنما في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها. رغم أن التعليم العالي الخاص مهم بالنسبة لتصدير المعرفة التونسية ويعد حلا بالنسبة للكثير من الطلبة، إلا أنه لا يرقى إلى درجة تعويض قطاع التعليم العالي العمومي.